بجد بني ادم سخيف اللي بيتريق على رونالدو في لقطه زي كده وبيقول لك اصل رونالدو ما خدش كاس العالم فكده خلاص. يعني رونالدو ده باشا. هل تعلم ان البرتغال قبل رونالدو اصلا ما كانش في حاجه اسمها برتغال؟ البرتغال قبل رونالدو صعدت كاس عالم 3 مرات في تاريخها. رونالدو اللي لعب 5 او 6 كاس عالم ورا بعض، البرتغال قبله لعبت 3. لعبت اتاهلت لليورو اصلا، تاهل مش خدتها بقى، ده تاهل لليورو 3 مرات. البرتغال مع رونالدو عرفت يعني ايه كاس عالم كل نسخه، عرفت يعني ايه منافسه على كاس عالم وان هو منتخب جامد. وخدت يورو في 2016 بفضل الراجل ده. الراجل ده اللي خلى البرتغال فعلا في يوم من الايام تقف على منصات التتويج في اليورو. ما ننساش دور رونالدو اللي في 2016 كانت البرتغال مش منتخب مرعب، ورغم ذلك رونالدو شال المنتخب ده على كتافه وخد باليورو في ظل وجود منتخبات في 2016 مرعبه زي فرنسا وزي اسبانيا وزي منتخبات كتير كانت اقوى من البرتغال. ولكن بفضل رونالدو البرتغال كانت مرعبه. اتكون جيل البرتغال جامد اللي هو الحالي، بس جيل رونالدو متاخر. رونالدو خلاص الناس بتشوف رونالدو بعد ما رونالدو بقاله 20 سنه مكسر الدنيا في كل حاجه، كسر كل حاجه في كل حاجه في الكوره. فالراجل ده يعرف قيمته قبل ما تتكلم، لان الراجل ده اللي عمل قيمه للبرتغال. كاس العالم بطوله مهمه وهو الحلم الوحيد الذي لم يحققه رونالدو، ولكن هل يقلل من اسطوريه رونالدو؟ حتما لا. حتما لا. الراجل ده اسطوره في تاريخ الكوره وتاريخ البرتغال، والاسطوره الوحيده وممكن تكون في تاريخ البرتغال كله الوحيده. فاصحى وانت بتتكلم عن رونالدو. شكرا يا عم رونالدو على اللي انت متعته لنا في كاس العالم 5 6 نسخ ورا بعض. شكرا يا باشا، لانك انت عملت يعني عرفتني يعني ايه منتخب اسمه برتغال.